الحركة الخايسة هذا من اللاعب القذر اللي سواها. انت تسكت مين؟ ما حد رفعك غير جمهور النصر، ما حد علمت على الانديه السعوديه غير جمهور النصر، ما اعطوك جمهوريه غير جمهور النصر. يا رجل جمهور النصر سوى لك اشياء ما تحلمها حتى عالمك، وحتى منتخب بلادك ما سواها لك والله العظيم. حمدان شبراني يا شباب، راحت اقسم بالله العظيم ان بيضيق لا يعلم به الا رب العالمين. ضيق من الخساره، الضيق الثاني من جمهور الاتحاد اللي يعلقون لي في الكومنتات، والضيق الثالث طقطقت على الهلاليين وجو ردوها لي. الضيق الرابع، شوفوا يا إدارة نادي النصر، نحبكم ونغليكم ما قصر، ولكن راجعوا حساباتكم. الضيق الخامس، أخاف أنه يطحس السوبر، وأخاف أنه يطحس كأس الملك، وأخاف يطحس الدوري. بس اللي وقفوا مع نادي النصر هذه كبوة جواد، وافهموا على أنفسكم. ما قصرت والداعمين بكل شيء، بس في حسابات راجع. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ريال مدريد قبل شوية كان خاسر 1-0 ورجع بالثلاثة، وهو كان خاسر. نادي النصر استقبل هدف وخسر بالثلاثة. ما نقدر نرجع للمباراة بدري، لازم يجيبون الثاني وتتصعب علينا المباراة. ما نقدر نمسك كورة. ما نادي النصر كل شيء سويته ما قصرتوا كل حاجة. مال وعندكم، لاعبين وعندكم، جمهور وعندكم، شغلوا عقلكم والعبون كرة قدم، فكر كروي، رجاء غاية الرجاء. مال ولاعبين ما تقدر تفوز وما عندك فكر كروي وما عندك طموح للبطولات. اليوم الفيحاء يلعب نهائي، الاتحاد يلعب نهائي، ونادي النصر استقطب أفضل اللاعبين وجاب أفضل العناصر، أفضل مدرب، وفي النهاية ما تقدر تشغل عقلك. شوف ريال مدريد اليوم لقم واحد تك تك، ما قال روحوا هدفوا اطلعوا، ما قال حبة 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 حبة، تيك تاك تيك تاك. حاول عرضيات، حاول يتوغل، ما قدر. عرضيات توغل، جاب الهدف الأول، جابهم للأشواط الإضافية ولقمهم 2، وفاز ريال مدريد ب3. هذا النادي الملكي أفضل نادي في التاريخ، نتعلم منه. ولكن احنا نادي النصر لقمنا هدف، استعجلنا ولقمنا الثاني. حاولنا يلا جبنا هدف، ما عاد قدرنا. اكيد اللي بيهاجم وهو مضغوط بيلقم الثالث، معروفة في التاريخ. رسالة لنادي النصر، المال والعناصر وكل شيء ما يسوي شيء وما عندك فكر كروي. لازم نشتغل على هذا الشيء رجاء غاية الرجاء. اليوم أنا حزين، اليوم أنا بنام وأنا تعبان، اليوم أنا ضنكان. على حساب من أنا أنوم وأنا ضنكان؟ على حساب من؟ أيش اللي جاب أمي يرجع نادي النصر؟ يعني طول عمري وأنا أنوم أتعشى زبادي، واليوم تحديت الناس وأخذت خبز. متحدي إني أتعشى خبز وتعشيت خبز. على حساب من هذا كله؟ على حساب نادي النصر؟ والله نحب، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. أقسم بالله العظيم طفح الكيل. سلام عليكم. انت يمديك تفوز، لكن قال سياق قال لا ما انت فايز، انا بدخل لك لجامي ودخل لك مادو وبدخل مدري مين بيلتي. يا اخي سامي النجري، يا اخي سامي ليش تدخل سامي؟ انت شاري غريب عشان المكان هذا، دخل سامي. والشوط الاول تلعب تريسكا جناح، يا اخي تريسكا خلف المهاجم. والله شوف الشوط الثاني ايش صار. والله اقسم بالله انا ودي اتكلم، ودي اقول، ودي لكن يلا وديه، بطوله وديه يستاهلونها. انا داري من يوم فاز الفيحاء على الهلال قلت النصر والله ما يفوز كذا بيزق فيها. هذا مدرب حسبي الله عليك من مدرب. خذلتنا الله يخذلك. تغييرات تغير كذا يا ابن الحلال. انت مدرب، انت تلعب لي سامي النجعي ذا يا اخي، واقسم بالله العظيم ما حط الدوري له. سامي النجعي تلعب لي لجامي ظهير ايسر وما تلعبه. مادو ما تجدد له مادو يا اخي، مادو تجدد له ليش تجدد المادو؟ ليه انا بفهم ليه جامي تحط ظهير ايسر؟ ليش كنا نجاهد؟ ليش ما تلعب الشوط الثاني ليه؟ يا جبان مدرب جبان، قسم بالله الخساره ما يتحملها الا اللاعبين المحليين. ومدرب لاعب محلي تستلم ملايين تفتح لي بالملعب. شو اللعيبه ذي؟ الاتحاد يدقق الاتحاد، اقسم بالله كارثه يا جماعه، قسم بالله كارثه. مادو وسامي النجعي هذول لا احد يقعدون في النادي دقيقه واحده، لا احد يقعدون في النادي. تمسك عفش تقلب الباب. هو النحس. ليش النحس؟ كم مره حضرت ما سجلت؟ كل المباريات ما سجلت. لا صحيح لا يحضر. من اول ما سجلت كريستيانو وانت جايب من عيد فينا. ترضاها؟ نرضاها. انا اتكلم انا. والله حرام.
اقسم بالله منظر سيء. 6 مباريات ولا مباراه سيئه. المباراة الجاية هذا ان شاء الله. اي المباراه الجايه بعد 20 يوم ان شاء الله. 20 يوم عشان يسجل الواحد الدوري الاتحاد. والله العظيم مو مقهور من شيء غير من ما عاد تقعد في النادي حتى دقيقه ما نبغاك ما نبغاك. خلاص اقسم بالله صدقت. هو السبب. يقول ان انا الاتحاد على المستوى الكبير، على المدرب الكبير. تبي تقولون المدرب دفاعي؟ هذا المدرب الدفاعي يخليهم يحققون بطولة ممكن. هذا المدرب الدفاعي قاعد يخليهم ينافسون على الدوري. هذا المدرب الدفاعي قاعد يفوز على النصر بنجومه بالدعم الإعلامي والجماهيري لنادي النصر. اتحاد وفاز وكلها بأرض النصر. والله ما ادري ايش اقول. الوجه واللسان يستحي اني اقول اقلل من نادي الاتحاد او اقول النصر ما يستاهل الخساره، يستاهل الخساره وزود. وخروج البطوله هذا اليوم صراحه مفشل من مستوى اللعيبه اللي صار والله العظيم. يا جماعه اني جاي ناس اغراض لكن جيت شفت السمك فهد شغال. الساعه 1 يا اخوان. نادي الاتحاد الحين فرحانين فوزهم على النصر يا اخوان. النهايه لحد اليوم فوز على النصر خطوه للنهائي. طف الملعب خلاص يا اتحاد يا فينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هارد لك يا جمهور النصر، هاردك النتيجة والخسارة والخروج من كأس السوبر اللي كان بالإمكان أفضل من مكان. للأمانة المدرب خذلني أنا أول واحد صراحة. طريقة اللعب بداية المباراة والتشكيلة الخاطئة سبب الخسارة، وعدم دراسة طريقة لعب الاتحاد واحترام الاتحاد والضغط العالي من أول 10 دقائق بدون أي فائدة. النصر يهاجم بدون خطة أو منهجية صراحة، والغياب وسبينا والفاروق كل انكشف المدرب. يا مدرب المباراة الماضية لعبت نفس الطريقة هذا كان النصر سيء، تصير تلعب نفس الطريقة وبنفس اللعب. صراحة مباراة للخذلان الأمانة. اللاعب السعوديين في نادي النصر خذلونا الأمانة. جودة اللاعب السعودي في النصر مش ولا بد. والله اشكرنا معك يومين 48 ساعة جيب لنا محور وجناح أيمن بدال العاهة بيتي. هذا ما هو بلاعب، لاعب قدام الهلال مرة وبرز وقاعد نطبل له. قسم بالله العلي العظيم جمهور النصر والله العظيم ما يستاهل، والله العظيم ما يستاهل يا جماعة. يملى الملعب وجمال وحماس ويساند الفريق واخرتها كذا. والله العظيم ما انتم بكفو يا لعيبة النصر المحليين والله العظيم ما فيكم واحد كفو. قسم بالله خذلتونا اليوم من دفاعكم لهجومكم من المحليين. قسم بالله خذلتونا. مادو العمري الحمد لله يجي وراك سجل هدف. لجامي مادو سامي النجعي العاهة. اقسم بالله المحليين انهم عاهات. نواف بوسف تركب الاحتياط له. هذا سلطان هذا كان كابتننا قبل. اقسم بالله العظيم ما حط الكابتن في الحاره. وهذا مدرب جبان والله العظيم ان استمر يجيب كوارث. غيرهم يا مسلي تكفى شوف النحل. الله يرحم امك يا مسلي ذول بيلعبون. خسارة مستحقة يتحملها مدرب الوحدة. دخوله بتشكيلة خاطئة الشوط الأول. لين متى يلعب سامي النجعي؟ لين متى يلعب عبد الله مادو؟ حارس النصر الروسي وش هالحراسة؟ لو اشوف كرة من مصر حاليا لأن الرياض غير تدخل ببابك. إدارة النصر يجب أن تتحرك وتتعاقد مع محور دفاع. لاعبين نادي النصر عبارة عن أجنحة. لو نشد حيلنا شوي ممكن نطير. قبل الختام الله يوفق نادي النصر في المباريات القادمة. لا تنسى الإضافة